أنا مش من الناس اللي بتخاف بسهولة ولا بصدق الحاجات دي. بس اللي حصل معايا ما لقيتش تفسير ليه لحد دلوقتي. من حوالي شهر نقلت في شقة جديدة، شقة هادية، دور رابع، والعمارة قديمة شوية بس شكلها عادي. أول أسبوع عدى طبيعي جدا لحد ما حصلت حاجة غريبة. كنت قاعد على الكنبة بالليل والنور ضعيف والتلفزيون شغال بصوت واطي، وفجأة سمعت صوت خفيف زي صوت حاجة بتتحرك على الحيطة. بصيت ما لقيتش حاجة، قلت يمكن تهيؤات، ورجعت بصيت قدامي. لكن بعدها بدقايق لاحظت حاجة غريبة. في برواز صورة كان معلق قدامي. الصورة كانت متعلقة مستقيمة، بس دلوقتي كانت مقلوبة. قمت وعدلتها بإيدي وضغطت المسمار كويس، وقلت أكيد وقعت لوحدها، ورجعت قعدت. تاني يوم الصبح صحيت لقيتها مقلوبة تاني. الموضوع ضايقني بس برضه حاولت أطنش. في الليلة التالتة قررت أركز، قفلت النور وسبت أباجورة شغالة وقعدت أراقب البرواز. عدت نص ساعة، ساعة، مفيش حاجة. قمت أدخل أنام، وأنا بعدي من قدام الصورة سمعت صوت تك، زي صوت برواز بيتحرك. بصيت قدامي ولقيت الصورة بتلف ببطء قدام عيني من غير ما حد يلمسها. جسمي كله اتجمد، مش قادر أصرخ ولا أتحرك. الصورة فضلت تلف لحد ما بقت مقلوبة بالكامل، وبعدين وقفت. قربت منها ببطء. كانت صورة قديمة كنت لاقيها في الشقة، لراجل وست واقفين قدام نفس العمارة. لكن المرة دي وش الراجل في الصورة بقى مش واضح، كأنه ممسوح. جريت على صاحب العمارة تاني يوم وسألته مين الناس اللي في الصورة دي. بصلي شوية وسكت وقال دي صورة أصحاب الشقة القدام. الراجل ده وقع من البلكونة ومات. مراته عاشت لوحدها بعدها، وكانت دايما تقول إن صوره بتتحرك. رجعت شقتي وقلبي مش مطمن. قررت أشيل الصورة وارميها. وأنا بفك البرواز وقعت منه ورقة صغيرة مكتوب فيها لو الصورة اتقلبت يبقى هو مش عاجبه وجودك. من يومها ما بقيتش أنام والنور مطفي، والصورة رجعتها مكانها. بس المرة دي مش مقلوبة. المرة دي الصورة بقت لي أنا، واقف في البلكونة وببص لتحت. بعض البيوت مش فاضية زي ما احنا فاكرين.